السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. النهاردة كلامنا عن الوضع الحالي في المنطقة. إيه اللي بيحصل حوالينا من وجهة نظرنا ومن تحليلاتنا إحنا المتواضعة كده. وفي شوية نقاط كده مسجلها هنحكي فيها مع بعض. وارد إن رأيي ما يعجبكش أو وارد إن رأيي يكون مخالف لرأيك. بناخد وندي كده في التعليقات سوا وبنوصل لنتيجة. ممكن يكون في حاجة أنا فاهمها غلط بالنسبة للوضع اللي بيحصل في المنطقة حوالينا. وهنحكي برضو عن مصر هتتأثر ازاي بالمواضيع دي كلها، وهنتكلم على السيناريوهات المستقبلية ان شاء الله، وهنقول كذا سيناريو كده احتمال حاجة تحصل منهم. الوضع الحالي في المنطقة في 2026 مارس ده يعتبر من أخطر المنعطفات التاريخية اللي مرت بها المنطقة. إنك أنت بتتحول من توتر مكتوم لمواجهة عسكرية مباشرة وواسعة النطاق. إحنا حاليا في قلب الزلزال، وأي حرب في الدنيا بتشكل لك منطقة. لازم الحروب المنطقة بتتشكل بالدم وبالنار. فأنت لو فاكر إن اللي بيحصل بين إيران وإسرائيل وأمريكا مجرد خناقة كده وهتعدي، تبقى غلطان. إحنا في مرحلة بيسموها مرحلة تكسير عظم حقيقية، والكل واقف على طراطيف صوابعه كده مستني الضربة القاضية هتيجي منين. وليه إيران نفسها طويل قوي كده ومطولة نفسها؟ وإيه اللي مخوف أمريكا من سعر برميل البترول؟ والأهم من ده كله، إحنا في مصر وضعنا إيه في وسط المعمعة دي كلها؟ النهاردة هنتكلم على الحاجات دي كلها من وجهة نظرنا. عندك وجهة نظر تانية أخرى في التعليقات، وبنعمل عليها فيديو تاني وتالت ورابع ونوسع دايرة النقاش إن شاء الله يعني. فالنهاردة هنحكي على إيه اللي بيحصل تحت الترابيزة كده، من تحت الترابيزة، من غير ما نزوق كده. فركز معايا عشان الكلام ده اللي هيحدد حاجات كتيرة قوي، وحاجات ناس فهمها غلط وممكن يكون أنا فهمها غلط بنصلحها لبعض. أول حاجة، إيران دلوقتي بتلعب لعبة القط والفار، بس على كبير قوي. هي عارفة إن هي مواجهتها المباشرة مع أمريكا وإسرائيل خسرانة عسكريا، فبتلعب بورقة توزيع الوجع على الكل. الفكرة كلها إنها بتستخدم لك مسيرات رخيصة وصواريخ رخيصة برضو مش مكلفة عشان تستنزف لك منظومات الدفاع الجوي الغالية جدا عند خصومها إسرائيل وأمريكا. وده بيخلي تكلفة صد الهجمات دي عالية جدا، مرعبة اقتصاديا. كمان هي بتعتمد على سياسة الحافة. يعني ايه؟ يعني توصل الدنيا لدرجة الانفجار وبعدين تهدى شوية، توصل الدنيا لدرجة الانفجار وبعد كده تهدى شوية، وكده عشان تفضل دايما المنطقة كلها في حالة توتر وقلق دايم. الهدف من ده كله ان هي عايزة تقول للعالم لو انا انضربت محدش في المنطقة هيعرف ينام مستريح، ولا هيعرف يصدر برميل بترول واحد. الموضوع مش مجرد ضرب وخلاص، لا، دي حرب اعصاب واستنزاف موارد. واللعب هنا بيبقى على مين اللي نفسه اطول وهيتحمل اكتر. هيتحمل ايه بقى؟ يتحمل اقتصاد، يتحمل ضغط شعبي، يتحمل كل حاجة جوه بلده اكتر من التاني في الشهور اللي جايه. فدي اللي عاملاه إيران، اللي هي استراتيجية النفس الطويل واللعب بالأعصاب. تاني حاجة، موقف أمريكا في 2026. أمريكا مش عينيها، يعني عيونها مش على الشرق الأوسط بس واللي بيحصل، لا،
عينها بالأساس على المواطن الأمريكي، مصلحة المواطن الأمريكي، اللي هو أي هزة في الخليج معناها إن سعر الجالون البنزين في أمريكا ده هيطير في السماء. هو نفسه الوضع الاقتصادي يستقر. أي هزة بتحصل سعر البرميل هيطير في السماء عنده في أمريكا، وده كابوس. وده كابوس لأي إدارة أمريكية. أي إدارة أمريكية عايزة دايما تحافظ على كرسيها في الانتخابات. واشنطن دلوقتي بين نارين، نار إنها لازم ترد بقوة عشان تحفظ هيبتها كده قدام حلفائها وتأمن إسرائيل كالمعتاد، ونار إنها لازم ترد بطريقة سياسية عشان تنهي حرب الاستنزاف دي بسرعة بسرعة، عشان ما تستهلكش مواردها. هي مش عايزة تاني عراق تاني ولا أفغانستان تاني، خلاص مش عايزاها. عشان كده هنشوف أمريكا دايما بتلعب بالضغط الدبلوماسي العنيف، مع ضربات جوية كده في النص، وضغط دبلوماسي مع شوية ضربات جوية وضغط دبلوماسي جامد. وبتحاول طول الوقت تخلي المواجهة محدودة عشان ما تتحولش لحرب إقليمية شاملة، تقفل لك بقى المضيق بتاعك بقى وتشلك لك حركة التجارة العالمية وتأثر لك على الدنيا كلها. لأن ده كله معناه ركود اقتصاد عالمي هيدفع ثمنه البيت الأبيض قبل أي حد تاني في العالم. دي أمريكا. فأمريكا أهم حاجة عندها إن هي صندوق الانتخابات بتاعها وموقفها. ثالث حاجة، الميدان عبارة أو المنطقة دلوقتي عبارة عن شطرنج بالصواريخ. إسرائيل حاطة قدام عينيها هدف واحد، وهو تدمير الحلم النووي الإيراني ده، الحجة يعني نهائيا. وشايفة إن دي فرصة مش هتتكرر تاني. فالضربات الإسرائيلية مركزة جدا، مركزة جدا على مراكز القيادة والسيطرة ومخازن الصواريخ والحاجات دي كلها، وبتحاول تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عشان تشل حركة الدفاعات الإيرانية قبل ما تبدأ. في المقابل إيران مش واقفة تتفرج، هي بتفعل كل خلاياها في المنطقة من أول لبنان لليمن للعراق عشان تخلي إسرائيل مشتتة في كذا جبهة في وقت واحد. المشكلة إن الميدان ده أو المنطقة دي كلها حاليا ملهاش كتالوج، وأي غلطة في الحسابات أو أي صاروخ ينزل في حتة غلط يقلب لك موازين الدنيا دي كلها، وممكن نشوف حرب شوارع وحرب طيران فوق كل العواصم العربية وغير العربية. احنا قدام مواجهة تكنولوجية بامتياز، والسيطرة على الجو هي اللي هتحدد مين اللي هيقدر يفرض شروطه في الآخر على طاولة المفاوضات. يبقى دي إسرائيل. بالنسبة للوضع الحالي اللي هي استراتيجية النفس الطويل الإيرانية، إيران بتطبق مبدأ الصبر الاستراتيجي بأقصى صوره. هي عارفة إن خصومها وخصوصا أمريكا عندهم شعوب ما بيستحملوش الحرب الطويلة ولا غلاء الأسعار لفترات كبيرة. إيران متعودة من أيام حربها مع العراق، فهي بتعتمد على إنها هتفضل مغلسة ومطولة أطول وقت ممكن لأقصى درجة. هي مش محتاجة تكسب معركة فاصلة، لا، هي محتاجة إنها ما تخسرش وتفضل واقفة على رجليها. لكن الخصم عمال ينسحب بالتدريج بسبب التكلفة المادية العالية جدا والضغط السياسي الداخلي داخل بلده. فهي بتستخدم إيران سياسة النفس الطويل ده، يعني في إنها تحول لك أي تهديد لفرصة وتطول فيها. يعني لو انضربت ترد ببطء في الوقت اللي بيخلي الأعصاب مشدودة ويدمر الاستقرار النفسي والاقتصادي للمنطقة كلها. الفكرة إنها مستعدة إنها تضحي وتستحمل الحصار سنين في مقابل إنها توصل لهدفها النهائي، إن هي تفضل واقفة على رجليها. وده
اللي بيخلي التعامل معاها صداع مزمن للدول اللي عايزة حلول سريعة وحاسمة زي أمريكا وإسرائيل. لأن إيران بتهرب دايما من المواجهة المباشرة، وبتحب كده تدوب وسط الأحداث اللي بتحصل عشان تنهك لك الكل وتخليهم يملوا ويستسلموا للأمر الواقع في الآخر. استراتيجية جبارة، بس استراتيجية ضد أمريكا وإسرائيل هي المناسبة بالنسبة لإيران. تأثير النفس الطويل ده على اللي حوالينا إيه؟ تأثير السياسة دي على دول الجوار والمنطقة بيبقى عامل زي السوس كده بينخر في الخشب. الاستثمار والبزنس بيخافوا دايما من المنطقة اللي مفيش فيها استقرار واضح، وده بيعطل مشاريع التنمية والاقتصاد في كل دول الخليج وفي مصر. الدول اللي هم حوالين إيران بتضطر تدفع مبالغ خرافية للتسليح والدفاع الجوي عشان تفضل دايما صاحية لأي مشكلة تحصل في المنطقة. والمبالغ دي كان المفترض ان هي تروح في التعليم وفي الصحة وفي الإعمار وفي مشاريع تانية، لا، بيركزوا فيها على التسليح، وده ضغط اقتصادي تقيل جدا. كمان النفس الطويل ده بيخلي جبهات زي لبنان واليمن تفضل دايما مولعة على نار هادية، وده بيمنع البلاد دي انها تقوم، مش عارفة تقوم لها قومة ابدا، مش عارفين يبنوا دولة حقيقية. شوف لبنان من امتى بتحارب، كل شوية تتهد تطلع تتهد، ما بتقدرش تبني دولة حقيقية. شوف اليمن من امتى بتحارب، من زمان جدا حرب اليمن شغالة، وبرضه تطلع وتنزل تطلع وتنزل، مش عارفين يبنوا دولة حقيقية. لأن قرار الحرب والسلم ده بيفضل رهينة دايما في إيد الحسابات الإيرانية في الآخر. الجيران بيلاقوا نفسهم في حالة طوارئ دايما بتستنزف طاقتهم ومواردهم. جيران اللي هي أي بلد فيها حروب، جيرانها دول الله يكون في عونهم. ودايما المنطقة دي تبقى في وضع الانتظار كده، محدش عارف بكرة فيه إيه، وده أكبر عائق قدام أي نهضة حقيقية في الشرق الأوسط. أنت مش عارف هتستقر إمتى، مش عارف، الدنيا كل شوية بتولع. تأثير بقى الحرب على مصر إيه؟ إحنا في مصر مش بعيد أبدا عن اللي بيحصل، بالعكس إحنا في نص التورنيدو كده زي ما بيقولوا، جغرافيا واقتصاديا. أول حاجة بتتضرب عندنا قناة السويس، لأن أي قلق في البحر الأحمر أو باب المندب ده بيخلي الشركات الشحن تخاف وتغير مسارها، تبعد عن قناة السويس أبدا. ده بيقلل لك الدخل القومي اللي احنا محتاجينه النهاردة قبل بكرة. تاني حاجة، فاتورة الاستيراد هتعلى قوي لما البترول والغاز أسعارهم بتولع عالميا. ده بيسمع فورا في أسعار السلع عندنا في الأسواق، يعني حتى كمان قبل ما يسمع بره عالميا، احنا عندنا ما شاء الله بيقوموا بالواجب، يعني بيرفعوا الأسعار من غير ما حد يقدر يتحكم فيهم. والضغط دايما بيزيد على الجنيه، والأسعار بتزيد وقيمة الجنيه بتقل في الوقت الحروب. كمان مصر شايلة هم الأمن القومي المباشر، لأن أي انهيار بيحصل في أي دولة من دول الجوار على طول هيبقى فيه نزوح جماهيري جاي لك بقى من الدولة دي، نزوح جديد هيملى عندك البلد. ده يعتبر ضغط مرعب على مواردنا. القيادة في مصر أو بوجه عام الإدارة في مصر بتحاول طول الوقت تهدي اللعب، وبتلعب دايما على دور الوسيط، وده مش عيب. ده لأن استقرار المنطقة هو الضمانة الوحيدة إن احنا نقدر نكمل في أي حاجة، نقدر نكمل في أي خطط تنمية، أي اقتصاد، أي حاجة، بعيد عن أي نار بتحصل حوالينا. ده التأثير المباشر على مصر. 3 حاجات مصر تأثر بيها: قناة السويس دي، 1 الدخل القومي، يعني فاتورة الاستيراد اللي احنا اتكلمنا فيها. 3 حاجة الأمن القومي.
طيب احنا قدام 2 سيناريوهات كده، 2 سيناريو ملهمش تالت. اول سيناريو اللي هو سيناريو الانفجار الشامل، وده لو حصل غلطة من أي طرف زي استهداف مدنيين بشكل واسع أو ضربة نووية محدودة أو إلى آخره، ساعتها المنطقة دي كلها هتولع وهتدخل في نفق كده مظلم سنين، مش سنة ولا سنين. ده أول سيناريو. تاني سيناريو، سيناريو التسوية تحت النار، إن الأطراف توصل لمرحلة إن محدش قادر يكسب كده بالضربة القاضية، فبيبدأ الكلام على هدنة طويلة الأمد بشروط جديدة تماما بتضمن أمن الخليج وبتحجم طموحات إيران النووية شوية مقابل رفع عقوبات. وأنا أرجح أن السيناريو ده هو اللي هيحصل، أن يعني دول الخليج قوية وحلفائها أقوياء، فأنا بعتقد أن ده اللي هيوصل إن شاء الله في الآخر، لأن الحرب والدمار صعب جدا. السيناريو الأولاني صعب أوي. الخلاصة هو إحنا الوضع اللي إحنا فيه ده ملوش حل سحري ولا نهاية وردية كده قريبة. إحنا قدام مرحلة انتقالية صعبة جدا في تاريخ المنطقة. الخلاصة بتقول إن خريطة النفوذ اللي عرفناها السنين اللي فاتت بتتمسح وبتترسم من جديد بالحرب. القوى الكبرى زي أمريكا والصين وروسيا داخلين في اللعبة، بس كل واحد فيهم بيحاول يضمن لنفسه حتة من التورتة، أو على الأقل يمنع التاني من إنه يسيطر على حاجة تانية. إحنا هنشوف في الشهور اللي جاية استمرار لحالة إيه؟ لا سلم ولا حرب، يعني ضربات متقطعة، عقوبات اقتصادية بس خانقة، مناوشات في البحر، وده كله هدفه تكسير إرادة الخصم الأول قبل تكسير جيوشه. الخطر الأكبر هو أن المنطقة دي كلها تدخل في حالة فوضى طويلة الأمد، تخلي الاستثمار يهرب، النمو يقف، الدنيا تقع، البطالة هتزيد، التضخم هيعلى، وده اللي مصر ودول الخليج بيحاولوا يعني يتجنبوه بكل قوته. العالم دلوقتي بيمر بمرحلة تعديل كده لنظام عالمي جديد، والشرق الأوسط هو الساحة الأساسية اللي بيتحدد فيها مين اللي هيكون فيه ليه كلمة في المستقبل. الحل الوحيد عشان نخرج كده من المفرمة دي بأقل الخسائر هو التكاتف الإقليمي زي ما بيقولوا، ومحاولة فرض حلول سياسية قبل ما السلاح يخلص لك على الأخضر واليابس. يبقى السيناريو الثاني اللي احنا اتكلمنا فيه. في النهاية البقاء للأذكى واللي بيعرف يدير أزماته بهدوء من غير ما يتجر لصدمات ملهاش فيها فايدة، يعني مفيش فيها لا ناقة ولا جمل زي ما بيقولوا، لأن فاتورة الحرب المرة دي هتكون أغلى من أي حد ممكن يقدر يتحملها لوحده، والكل في النهاية في مركب واحدة، لو غرقت مفيش حد هيطلع منها. في النهاية المنطقة دلوقتي بتمر بمرحلة صعبة جدا، والكل مستني يشوف الضربة اللي جاية هتيجي من مين، الضربة القاضية هتيجي من مين وفين. ربنا يحمي بلادنا ويعدي الأيام دي على خير، لأن الاستقرار هو الكنز الحقيقي وسط الدنيا دي كلها، وسط الزلازل اللي بتحصل. خلينا دايما صحيين ومتابعين، لأن اللي بيحصل النهاردة ده هو اللي هيشكل مستقبل ولادنا بكرة. أي حاجة وأفكار في دماغك نتكلم فيها في التعليقات مع بعض ونتناقش، ممكن يكون في حاجة وقعت مني بتفكرني بيها، وخلينا دايما كده نفكر في مستقبل ولادنا قدام إن شاء الله. تحياتي لكم ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.